كلمة في القرآن الكريم تحمل 13 معنى. السلام عليكم أخوتي وأخواتي متابعي قناة معرفة الصواب. من العجيب أن نرى في القرآن الكريم عجائب لغوية، ومن العجب أن تكون هنالك كلمة في القرآن الكريم تحمل 13 معنى. وإن دل هذا فإنما يدل على أن اللغة العربية لها إعجاز فريد قلما نجدها في لغة أخرى، وأن القرآن الكريم أعجز أهل هذه اللغة وأعجز أهلها. ومع هذا الموضوع الممتع بكل قواميس اللغة من معنى في كلمة اتخذ، نرى واتخذ جاءت بمعنى اختار، واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي اختار الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم خليلا. واتخذ جاءت بمعنى أكرم، ويتخذ منكم شهداء، أي ويكرم منكم شهداء. واتخذ جاءت بمعنى صاغ أو صنع، قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. واتخذ جاءت بمعنى سلك، كما في قوله تعالى: واتخذ سبيله في البحر عجبا. واتخذ جاءت بمعنى سمى، كما في قوله تعالى: واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي سموا أحبارهم ورهبانهم. اتخذت جاءت نسجت، كما في قوله تعالى: اتخذت بيتا، أي أن العنكبوت نسجت بيتا. اتخذوا جاءت بمعنى عبدوا، كما في قوله تعالى: الذين اتخذوا من دون الله أولياء. وقوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم، أي الذين عبدوا من دون الله أولياء. اتخذ جاءت بمعنى جعل، كما في قوله تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن السبيل. اتخذ جاءت بمعنى بنى، كما في قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، أي الذين بنوا مسجدا ضرارا. اتخذ جاءت بمعنى رضي، كما في قوله تعالى: لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، أي لا إله إلا هو فارض به ربا ورازقا. اتخذ جاءت بمعنى تعصر، كما في قوله تعالى: تتخذون منه سكرا، أي تعصرون منه سكرا، وقد نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر. اتخذ جاءت بمعنى أرخى، كما في قوله تعالى: فاتخذت من دونهم حجابا، أي أرخت سترا بينها وبين قومها. اتخذ جاءت بمعنى اعتقد، كما في قوله تعالى: اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، أي شاهد الغيب ورأى المال والولد أم اعتقد عند الله عهدا بذلك. يا لها من كلمات أعجزتنا ونحن نقرأها، سبحان من هذا كلامه. شكرا جزيلا لإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.